حضرات السيدات والسادة، سيتفضل الآن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة ماريا غابرييل نائبة الوزير الأول ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا بالتوقيع على الآليات القانونية التالية. هذه الزيارة مهمة جدا، لأنها أول زيارة كيقوم بها وزير خارجية بلغاريا إلى المغرب منذ تقريبا 10 سنوات. ثانيا مهمة لأنها الزيارة الأولى اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة إلى إفريقيا وإلى العالم العربي، واختيارها المغرب لهذه الزيارة كيبين أولا متانة العلاقة الثنائية، علاقتنا التقليدية، علاقتنا بحال قلت مبنية على واحد الصداقة متينة، واحد التعاون اللي كان في مجموعة من القطاعات. ولكن اليوم في هذه الزيارة اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة اتفقنا على أن تعطى دفعة أخرى للعلاقات الثنائية، وبأن نرفعها إلى شراكة حقيقية من خلال تكييف إطارها المؤسساتي باش يولي كيواكب هذا الطموح اللي كاين في العلاقة الثنائية، أننا الإطار القانوني نحددوه كذلك باش يولي كيساير الأولويات اللي كنشتغلوا عليها، وأن كذلك نركزوا على بعض القطاعات المهمة بالنسبة للبلدين، بحال القطاع ديال الأمن الغذائي، بحال القطاع ديال الطاقات المتجددة، بحال القطاع الثقافي وغيرها. اللي شفتوا اليوم وقعنا في هذا الإطار على 3 ديال الوثائق، سواء في مجال التعاون الثقافي، التعاون في مجال الشباب، سواء في مجال السينمائي، أو البيان المشترك اللي كي يحاول يأكد على هذا الروح الجديدة اللي خصها تكون في العلاقة الثنائية، واللي فيه مجموعة من المواقف من البلدين حول مستقبل علاقتهم الثنائية وهذا الطموح بأن هذه العلاقة تزيد تقوى، ولكن كذلك حول بعض القضايا الإقليمية. وكنشكر هنا بلغاريا على موقفها البناء فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وإشارتها الإيجابية إلى مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل في إطار الأمم المتحدة. وبلغاريا كتكون اليوم هي الدولة 15 داخل الاتحاد الأوروبي اللي مشات في هذا المنحى، وهذا كيأكد هذه الدينامية الإيجابية اللي كتعرفها ملف الوحدة الترابية المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس. تحدثنا كذلك على المجال القنصلي وكيفية تطويره، وقلنا بأنه في الأيام المقبلة غيكون لجنة قنصلية مشتركة اللي تحاول تنظر في هذا المجال هذا وتطور ما هو تبادل الإنساني اللي كان دائما موجود في العلاقات الثنائية منذ القديم ونطوره، ولكن كذلك محاربة مافيات الاتجار في البشر والهجرة السرية كأحد العناصر الأساسية اللي المغرب ديما كيتعامل فيها بمسؤولية، وقلنا بأننا غنشتغلوا معا في هذا الإطار. فإذا الزيارة هي زيارة مهمة وزيارة ناجحة بالنظر إلى توقيتها وبالنظر إلى مضمونها وبالنظر إلى القرارات اللي خرجت بها، واللي غادي تشكل واحد نقطة تطور مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء في المستوى الثنائي ولكن كذلك في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مرة أخرى السيدة الوزيرة شكرا على هذه الزيارة المهمة وعلى انخراطك الشخصي دائما في الدفع بالعلاقة الثنائية إلى الأمام. شكرا. Notre intention en tant que Bulgarie et dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne serait de contribuer pour renforcer le partenariat stratégique. De même, sur la question du Sahara occidental, nous considérons le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Aujourd'hui, nous avons 3 documents signés. Nous avons maintenant un cadre avec la déclaration conjointe
Je pense qu'elle envoie un signal très clair pour une nouvelle phase vers laquelle nous voulons amener notre partenariat. À nous de maintenant joindre les mots et les actions. Et je pense que la réunion et la visite d'aujourd'hui montrent à quel point nous pouvons le faire. Ensuite, je salue également l'accord sur l'échange cinématographique. Je me réjouis qu'en Bulgarie, il va y avoir une semaine marocaine du cinéma et au Maroc, il y aura une semaine bulgare de cinéma. Je crois au fort potentiel des secteurs culturels et créatifs, pas seulement en tant que maintenant vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais aussi en tant qu'ancien commissaire européen à la culture et en tant que citoyen. Tout simplement, je pense que quand tu as la culture dans le cœur, tu l'as pour toute la vie. Et je salue également le programme triannuel que nous venons de signer. Les mots-clés dans ce document: recherche scientifique, enseignement supérieur, culture, jeunesse, sport, tout ceci sont pour moi des messages qui nous permettent de travailler pour nos citoyens et d'amener ensemble les deux sociétés bulgares et marocaines à faire du futur un futur qui offre des perspectives positives, qui donne de la stabilité, mais aussi un futur dans lequel le partenariat Bulgarie-Maroc a une valeur ajoutée parce qu'il sait transformer les défis en opportunités. Merci beaucoup. Merci.